السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نسوي حلاوة الشعرية بالكاستر والحليب. أول شي عندنا الشعرية الجافة نستخدمها حسب اللي عايلة عندك الأشخاص. تردين مثل قلاصين 3 كيفك. استخدمت أنا هسه قلاصين كبار شعرية، وعندنا كاستر وعندنا حليب تقريبا خاشوا كثير حليب وشكر وفانيلا ومي ورد. ان شاء الله هسه اول شي نخلي التاوة على النار ونضيف الزبدة ونقلي الشعرية. طبعا هسه ضفنا الدهن او الزبدة ونقلي الشعرية، نخليها لما يصير لونها جوزي وبعدين نضيف المكونات الاخرى. طبعا هسه حمصت، هسه نضيف الماء، نضيف بعدين الشكر ونخليها تفور على ما تستوي. بعدين هسه راح نخلط المكونات. هسه اجينا على خلط المكونات الثانية. عندنا هنا قلاص وبعدين نضيف الحليب، خاشوقتين حليب، الكاستر بس كاستر انا راح اضيف كاستر تقريبا اخلي 3 خواشيق، ما راح اخلي نشا. نخلي شوية فانيلا، نخلي شوية مي ورد، نخلط المواد كلها، نظل نخلط بيها لما تتجانس. من تستوي الشعرية هذا نضيفه. بعدين الشعرية شوي شوية راح تشرب هذا الماي كله مالت الكاستر، وهاي المواد كلها تنشف. ونراويكم ان شاء الله هسه شلون نضيفها. طبعا هسه الشعرية نشفت، نضيف الكاستر، نضيف الكاستر وهسه نخلطه شوية. طبعا شوفوا هسه هذا شكلها بيها صفار مال الكاستر، ما ضفت عليها نشا بس الكاستر. هسه نهدرها شوية ونراويكم طريقة التقديم. وبهاي حلاوتنا الشعرية بالكاستر خلصت. وسووها وعلقولي واشتركوا على قناتي، وألف عافية.